هي ما عادش قادرة، خفقان القلب، عمري ما قلبي بيطلع بين ضلوعي يعني، وإيدي ترعش ما عادش قدرت نتحكم فيها، وخلاص يعني هيك خُفت بشكل عمري ما نعرفها، المُخ صار له وكان يقول لك يا طارق شن آثارها الانتكاسة هذه تنصدم. فكرة الإرشاد النفسي والcounselling والعلاج النفسي جِت بالصدفة البحتة، أنا صار لي تدني، أنا انتكست نفسيًا يعني الإنسان بتجيه هذه بعد فترات، هذه كلها التراكمات فما فترة وكل هاي الوفيات، جتني في 2016 2015 جتني انتكاسة نفسية يعني بعد ما كملت الدكتوراه بشوية خلاص، بين إرهاق وبين هي النقطة جوهرية، ما أعطيتش لنفسي الوقت الكافي للحزن. ما عطيت كله تشك 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 كله وصغاري وأهلي وكذا، ما عطيتش لنفسي، ما عطيتش نفسي البريفمنت المناسبة بقدر العلاقات اللي ماتوا القريبين هلبا، المخ صار له وكان يقول لك يا طارق شن أثارها الانتكاسة هذه تنصدم. كنت ندير في ترجمة في مستشفى ومكتوبة كلمة وورد كذا كذا وورد 32 وكانوا الحروف اللي يتلصق وتلصيق فوق البوابة هيك الدبل دور، كانت حرف الدي طايح دبليو، مخي مشي للأحداث اللي أنا في فترة 2011 وكذا، وليت زوجي الله يرحمه لما توفى ونيش يعني ندرت حياتي كلها هيك مشت قدامي زي الشريط وشديت إيدي وما عادش قدرت نتحرك. أول مرة تجيني بانيك أتاك مرة واحدة جتني ما ننساهاش أبدا ما ننساهاش، خاطر كلمة مكتوبة على أثارت باب شيء دار هي كانت التريجر يعني كانت هي فجدت اللي أنا البروفيشنال الموظفة اللي أنا أصلا جاي على خطرها بنخدم لها، لقيتني في حالة لا يسمح لها إني ندير أي ترجمة، أخذتني لغرفة جبت لي مية، أنا ما شفتش نفسي كلها على بعضها كانت حوالي 15 دقيقة باش أنا استجمعت نفسي. هي ما عادش قادرة، خفقان القلب، عمري ما قلبي بيطلع بين ضلوعي يعني، وإيدي ترعش ما عادش قدرت نتحكم فيها، وخلاص يعني هيك خفت بشكل عمري ما نعرفها، فكانت هذه نقطة تحول في حياتي. فبعدها الجي بي حولني لتوكينج ثيرابي العلاج بالتحدث، والمعالجة قالت لي امشي في، أنا كنت في نيوكاسل هذاك التو، قالت لي في ليفل 2 كونسلنج إرشاد نفسي امشي خدي وهو مجاني الكورس، ثق في نفسك. في الجامعة هذا بعد الجامعة وبعد الدكتوراه هذا خلاص أنا كملت وحتى نشتغل. لما صارت نحكي الكورس قروا فيه في كولج في كولج بس هو تقدر توصل يعني من ليفل 2 لليفل 6 إنه هو الباتشلر، اللي هو بموجبه بعدين يديروا لك التريننج سنة باش أنت تصبح معالج يعني. مشيت ليفل 2 ضحكة ولعبة وأنا بنت عالج وأموري طيبة واستفدت منها كتثقيف ذاتي ومش عارف شنو. أنت واخدتها لغرض لنفسك لعلاجي النفسي سيلف هيلب، مساعدة الذات، ليس إلا لا شغف ولا طموح ولا هم يحزنون. خشيتي على البراكتس العملي بعد ما كملتي زي ما تقولي السيستم تاع تدريباتها، هي نحس فيها ميزة تعطيك نافذة على المجتمع وعلى الناس ونافذة أخرى على البشر بصفة عامة، إن نعم واقعنا اللي نعيشه فيه جزء طبيعي من حياة البشر يعني معقد مشاكل، مش عارف هل هو مربوط بموضوع الترجمة والمحاكم أو لا، بس توقع أنت ديما قريبة لسيكولوجية البشر ومعاناتهم وتفكيرهم. في دائما منطقة مشتركة بين دوري مثلا كمترجمة بس طبعا مهنيا بألتزم بدوري تواجدي، كان مثلا متواجدة في محاكم أو في سجون أو في مراكز شرطة أو في بيوت أسر يكون حاضرين السوشيال ووركرز الأخصائيين الاجتماعيين وما إلى ذلك، ففي الغالب دوري مقرون على الترجمة. بيني وبين نفسي قد يعني هذه كاتورية المعالجة النفسية يزرق هيك لنفسي باش أوصل النقاط ببعض اللي يوصل لهذه القضية، ربما يعني تحدث حقيقة، ولكن ألتزم بدور مهنيا بدور الترجمة فقط. لما يكون الشخص معي وأنا كمعالجة نفسية ألتزم سواء كان متحدث إنجليزي، لأن يجونا متحدثين إنجليزي مثلا عندهم أدكشن إدمان مخدرات أو إدمان أي شيء، الإدمان أنواع طبعا، أو عندهم أحد الاضطرابات الشخصية فبنتقيد بالإنجليزي، فدوري كترجمة مترجمة يتلاشى لأني ببساطة هو إنجليزي وأنا نتكلم إنجليزي، فالسيشن كلها بالإنجليزي يعني الجلسة كلها، وكانها عربية أو عربي بنتكلم بالعربي يعني، فدور المترجم يتلاشى ولكن زي ما قلت لك دور المعالج النفسي قد يحضر في الترجمة
لأن حتى في الترجمة أسرار كلها غاية في السرية، أو الشخص يفتح يعني يفتح كل الصناديق المغلقة إمم. مع الجهات المختصة، لأن في إفصاح disclosure. بالنسبة لِك أنتِ شنو اللي نقولوا يفاجئِك؟ قُلتِ استغربتِ إن الإنسان هيك شكله، هيك تفكيره يعني، بحكم مثلًا كثرة نوع معين من المشاكل، أنتِ ما يعني نقولش شنو اللي فاجأني، لكن لو تقول لي شنو اللي شدني في أوكي. كل القضايا، أكتر حاجة تشدني القضايا اللي فيها أطفال أو فيها مراهقين، وتحديدًا الفئة اللي ما يكونوش مع أهاليهم، ونزيد نحدد أكتر الفئة اللي تودع في مباني خاصة شبيهة بسجن، فشل ذريع من الأهل اللي حتى هم بدورهم مساكين احتمال يحتاجوا المساعدة.